السلام عليكم بحبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال. واش راكم مبروكه؟ اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو، شي حاجه بسيطه اللي غادي نوجدها للفطور. غادي ندير شويه ديال الكروفيت سوطي، واحد الطريقه زوينه غادي تعجبكم. و ميم طون عندي هنا شويه ديال السيبيه، حتى هي غادي نديرها، غادي تجي مقرمشه زوينه، واحد الطريقه زوينه. انا بديت كنقطع فيها، غادي نقطعها هكذا مربعات، كانت عندي مكونجولي. ايوا جبتها غادي نقطعها، نستناها شويه تذوب ديكونجيلا، عاد نبدا نخدم فيها. حتى الكروفيت كان عندي كونجلي، حتى هو نتسناه يذوب عاد وندير معاكم. وبقاو معايا، شوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال هاد جوج ديال الاشكال ديال الحوت، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. هانتوما البنات، انا قطعت السبيه ديالي وغسلتها، نستناها غير تزيد ديكونجيلا شويه. وغادي نعطيكم دابا المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج شويه ديال الشابلور، ماشي شويه، كتبغي الشابلور غادي نديرو في الطبيصيل، وغادي نزيد عليه شويه ديال العطريه. غادي نقول لكم شنو هما العطريه اللي غادي نحتاجوه. بالنسبه للعطريه هانتوما معايا درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الهريسه حاره غبره، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرفم والتحميره، هادو باش يعطيونا داك اللون، ما جاي صفر ما جاي احمر، كيجي واحد اللون زوين. صافي، هاد العطريه ما غاديش نديرهم هنايا على الحوت درت له غير شويه ديال الملحه باش ما يجيش باسل. وما تنساوش ان الحوت ديجا كيكون مالح، ما نكثرولوش الملح، انا درت غير شويه ديال الملح. هاد العطريه غادي نزيدهم على الشابلور. صافي، انا خلطت العطريه مع الشابلور. شوفوا الفرق ديال اللون ديال هذا مع هذا، واخا التليفون راه ما كيعطيهش حقه، ولكن راه كاين فرق في اللون. انا ما درتش كلشي، درت غير الكميه اللي نحتاجها. بالنسبه للشابلور اللي بغات تشريه كتشريه، اللي كتبغيه واجد. لا انا ما شريتوش، انا كان عندي الباغيت اللي كيشيط، كتخليوه حتى كينشف مزيان، وتشدي الحكاكه ديال المطيشه وتحكي فيها، كيولي عادي شابلور بحال هذاك اللي كنشريوه ب20 درهم ولا 25 درهم. ديريه بوحدك، كيتقام لك 2 دراهم، 2 باكيطات بدرهم انت اقتصدتي فيه. بالنسبه للحوت السبيه البنات غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الحليب، واحد شويه، واحد الجغيمه هكذا، ونخليه يترقد فيه باش ملي كيطيب ما كيجيش ناشف، كيجي فتي من الداخل ومقرمش من برا. جربوها وغادي تعجبكم الطريقه، وردوا عليا في لي كومونتير. نجيو دابا للكروفيت. شنو غادي نحتاجو؟ القدر ديالو سهله وبسيطه. غادي نحتاجو مليحه، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثوم، ونص ليمه. صافي. الكروفيت راني درت فيه هنا واحد شويه ديال الثوم كان عندي. الكروفيت عنده 3 ديال الطرق كيجي بهم زوين، كل واحد يدير الطريقه اللي بغا. الطريقه الاولى كنخليه بالقشور ديالو، هي اللي غادي نديرها دابا. الطريقه الثانيه كنقيه من القشور وكندير له في طويجين ولا في مقيله، شويه ديال الثوم، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الثوم، وشويه ديال الليم. نفس المقادير اللي هادو نفسهم، كنديرهم واحد دقيقه يتشحروا، ونزيد عليهم الكروفيت منقي دقيقه ما كاملاش. صافي، انا عارفين ان الكروفيت دغيا كيطيب. وما تكثروش الملحه، نعاود ناكد لكم ما تكثروش الملحه، لان مادام كيبقى كيزيد يملح. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كندير نفس الطريقه، ولكن ما كنديرش الحامض، كندير لاصوص طوماط. نقي الكروفيت، ثوم، معدنوس، مليحه، كنزيد لها شويه ديال الفلفل كحل اولا الابزار، ونخليهم يتشحروا. لاصوص طوماط بيان سور تكون طايبه مشحره. نزيد واحد 2 معالق ولا 3 على داك الكروفيت ديالي. وهادو هما جوج طرق. والطريقه الثالثه هي اللي غادي نديروها اليوم. بقاو معايا باش تشوفوا معايا الطريقه. بالنسبه للسبيه انا خليته في الفليت، الشابلور ديالو واجد. غادي نحتاج كذلك الفرينه باش نحيدو من الحليب نديرو في الفرينه.
ونديرو في البيض بليتو، خصني حتى البيض عاد نديرو في الشابلون ونقليه في الزيت تكون سخونه، نقفلو البوطه يتقلى على المهل ديالو، كنحس به طاب من الداخل، عاد كنزيد له شويه النار باش يجي محمر من برا. وبقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو الاخير. انا غادي نبدا نقلي البنات في السيبيه ديالي، غادي غادي نوريكم ونكمل حيت ما بقى والو المغرب، التصوير شويه كيعطل. كنهزو مع هذاك الحليب نديرو في الفرينه، هانتوما نديرو مزيان في الفرينه، نرجعو في البيض، وما نحاول ما نقصش يدي بالبيض باش الخدمه ديالي تكون منظمه. نديرو في الشابلور هانتوما صافي، وغادي نقلي. بقاو معايا غادي ندير واحد الكميه عاد نبدا نقلي. انا البنات انا درت واحد الكميه، دابا غادي نجي نقلي. كيف قلت لكم النار مهيله حتى الاخر، خلاص الزيت سخنت. صافي ملي مشيت في الفضاء وجبت صافي. وهنايا في المقيله الاخرى البنات درت هذاك الكروفيت ديالي تصوطا، درت له المعدنوس والثومه والليم ومليحه كما وريتكم المقادير. صافي درتو يتصوطا واحد 2 دقائق كاع وصاي، هو دغيا كيطيب الكروفيت. الا خليتوه طاب اكثر من الوقت اللازم كيقصاح. هذه السيبيه ديالي ها هي كتقلى، شوفوا معايا كيفاش كيجي اللون ديالها، كيجي زوين بزاف وكتجي زوينه في المذاق وطايبه من الداخل فتيه ومقرمشه من برا. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، غادي تعجبكم. هذه الطريقه سبيسيال هي اللي كيديروها في الريستورات وفي المطاعم ديال الخاصين بالسمك، كتجي زوينه بزاف. والبنات ما تنساونيش من لايك ومن اشتراك ومن شي تعليق زوين بحالكم، دائما منتظره التشجيع ديالكم. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الكروفيت، صافي عليه. وهذه السيبيه شوفوا كيفاش جات مقرمشه، وهي باقي مكمله في القليان. هنا الكروفيت ديالي صافي راه وجد، راه نخليكم النار. انا في هاد اللحظات راه اذن المغرب. التصوير كيشد شويه الوقت كيعطل شويه، اذن عليا المغرب وانا عاد كنقلي في السيبيه، ولكن ماشي مشكل. وبغيت نوريكم الفطور ديالي، فطور بسيط ديال الناس الدراوش على قد الحال وصافي. وهذا هو الفطور ديالنا لليوم البنات، شويه د الحوت، شويه د المعقوده، داك الباغيت المهم بدات بطريقه زوينه، الطويجين ديال الكفته كما تشوفوا راه هما اللي نبداو الفطور. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.